زي ما انتم شايفين اليخت بدا يتحرك وساب المينا ورا عشان نبدا رحلتنا ان شاء الله، واللي هنشوف هتكون عامله ازاي. خليكم معانا. المفترض ان سعر الرحله بيكون 120 جنيه للفرد، والاطفال بيكونوا مجانا. احنا هنا بنتكلم طبعا عن رحله 3 ساعات، مش يوم كامل زي اللي بتبقى موجوده في شرم الشيخ. هنا كمان مفيش سنوركلينج ولا شعاب مرجانيه، الموضوع بس ممتع، بتعدي على الشواطئ الجميله بتاعت مرسى مطروح، واللي هي حقيقي فعلا تستاهل انك تلفها بمركب، لان الموضوع بيكون اسهل، بيكون في يوم واحد بتتصور طبعا وانت موجود على اليخت على كل الشواطئ اللي انت بتعدي عليها. اليخت كمان بيقف في مكان بتقدر ان انت تنزل وتعوم فيه وتستمتع بالميه، وغالبا المكان ده درجه نقاوه الميه فيه بتكون عاليه اكتر من النقاوه العاديه بتاعت الشواطئ اللي هي في الاصل جميله جدا. المفترض احنا حاليا قدام شواطئ الهنا او مبارك سابقا يعني، ومجموعه الشواطئ اللي هي بتكون ناحيه شارع اسكندريه. اما هنا كده فبنتكلم عن شواطئ العوام والبوسيت وغيرها من الشواطئ اللي ان شاء الله استنوا حلقه ثانيه كامله هنلف فيها تاني شواطئ مطروح، والمره دي هنحاول نروح شواطئ جديده باذن الله. ما تنسوش اي اخبار محتاجين تتابعوها هتلاقوها على موقع اخبار مصر 24، واي كتب محتاجين تحملوها هتلاقوها على موقع bookpedia.com. اما اي كورسات محتاجين تتعلموها بشكل مجاني فهتلاقوها على منصه معارف. خلونا ناخد لفه كده في شارع اسكندريه، نجيب شويه طلبات، ومن ضمنها طبعا هنجيب فحم علشان هنشوي في البلكونه كالعاده زي ما انتم متعودين يعني. واجمل حاجه يعتبر في مطروح هنا هي طبيعه اهلها الطيبين وهدوء المدينه اللي هو مختلف جدا. كمان طول ما فيش عدد مصطفين كبير فالموضوع بيكون لذيذ يعني، لكن الزحمه اللي بتبقى في 7 و8 للاسف بتبقى صعبه شويه. خلونا ننزل ونجيب الفطار. هنا طبعا في مطروح اماكن الفطار كتير جدا، يمكن طبعا اشهرهم مطعمين. في مطعم صورناهم ليكم قبل كده كان اسمه على ما اعتقد عباد الرحمن، والمطعم الثاني اللي هنجيب منه النهارده وهو الاشهر طبعا هو مطعم عمر المختار، واللي بيكون طبعا جنبه عيش شامي. اي طبعا خضروات او اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها جنبه طبعا. كمان الفندق هنا زي ما انتم شايفين المفترض ان في باركنج للعربيات، لو معاك عربيه طبعا ومش عارف هتركنها فين فبتركنها هنا بمنتهى السهوله. التكلفه بتكون 50 جنيه. تجربه الفطار طبعا هو ان انت تيجي وتاكلوا هنا على البحر زي ما قلنا لكم قبل كده. حبيبي يا نور ده بيعتبر واحد من اهم واشهر المزارات والشواطئ اللي موجوده هنا في مطروح. احنا النهارده طبعا موجودين في شاطئ حمام كليوباترا، واللي زي ما شفتوا معانا كده السنه اللي فاتت بيعتبر مغطس طبيعي او جاكوزي طبيعي يعني لاشهر ملكه حكمت مصر، وهي طبعا الملكه كليوباترا. واللي كانت بتدخل هنا المفترض ان في فتحات في الداخل، جزء من الميه بيبدا يخش وبيخرج من الناحيه الثانيه، وفي الاخر بيعمل جاكوزي طبيعي. المكان في الفتره الاخيره عملوا عليه الممشى الزجاجي اللي انتم شايفينه دوت، لكن طبعا جزء منه لسه ما اكتملش. كل صيف كده بيكتمل على اخر 6، فلو انت جيت مش هتعرف تخش الحمام من جوه. طبعا في طريقه انك تخش عن طريق السياج اللي ورايا ده تمسك فيه، بس طبعا بتكون مخاطره، وبالذات لو الموج عالي زي دلوقتي، لان انت ممكن جوه لو الموج عالي ممكن تغرق والميه تغطيك حرفيا. الشاطئ ما بيعتبرش شاطئ مفتوح، احنا بنتكلم طبعا عن تذكره الدخول، هي طبعا مش عاليه، بنتكلم في 15 جنيه بس. طبعا المكان يستاهل جدا انك تيجي وتتفرج هنا. ويمكن من الحاجات اللي بدات الاحظها الفتره الاخيره هي وجود الاجانب هنا في مرسى مطروح، يمكن شويه شويه نشوفها زي شرم الشيخ يعني. اول ما تدخل حمام كليوباترا هتلاقي مجموعه من الصخور الضخمه زي اللي ورايا ديت، اللي طبعا تقدر تيجي وتتصور عندها صور بتكون جميله جدا، بالذات لما بيكون الموج عالي زي النهارده كده. بيعمل طبعا شكل ابيض وراك في الخلفيه، بتخلي العزل جميل جدا، بالذات لو بتصور بورتريه او سينماتيك لو انت بتصور طبعا فيديو. ألف ب بحر ومصيف وأجازة هو الشوي. عشان كده طبعا كالعادة واحدة من أهم المميزات إن أنت تبقى موجود طبعا في براندا كبيرة زي كده، هو إنك تقدر تشوي المشويات بتاعتك. ممكن طبعا ما تحتاجش إنك تروح لمطاعم غالية جدا أيا كان نوع المشويات اللي معاك، سواء فراخ أو لحوم، الأكل الطبيعي العادي بتاعك يعني تبدأ إن أنت تشويه وتقعد تستمتع بالفيو ده.
الحياه الليليه هنا في مرسى مطروح متنوعه، تبدا طبعا من قعده الكورنيش اللي بقت زحمه جدا، واللي انا متفاجئ ازاي الزحمه دي واحنا لسه في شهر 6، وكمان المطاعم والكافيهات اللي موجوده هنا في كل مكان. خلونا نشوف حاجه نحل بيها، نروح من اللبن ونحاول نجيب من هناك حاجه. زي ما شفتوا معانا كده نزلنا اتمشينا شويه في شوارع مطروح تحت، وفكرنا ان احنا نجيب حاجه نحل بيها. يمكن افضل حاجه دلوقتي كقيمه مقابل سعر وكطعم كمان هو بلبن. نزلنا عنده جبنا 3 انواع، خلونا نجربهم ونقول لكم الطعم عامل ازاي. اول حاجه فيهم وهي اشطوطه اللوتس ديت، اللي كان للاسف قبل كده فيها عناصر اكتر من كده، انا ما اعرفش هم قللوها ليه. سعرها المفترض 75 جنيه، خلونا نجربها ونقول لكم طعمها عامل ازاي. الطعم بتاعها كويس جدا، وبالنسبه للسعر بتاعها بتعتبر معقوله. كمان جربنا حاجه من الاختراعات بتاعتهم وهي الكشري بلبن بتاعهم دوت، خلونا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. هو بيعتبر تغيير عن الحاجات التانية، بس للاسف مش بنفس قوه نفس النوع دوت واللي موجود في الدول العربيه التانية زي ما جربناه معاكم قبل كده في السعوديه وفي الامارات. حاجه من احدث الاختراعات اللي كانوا عاملينها من فتره وهي الريمونتادا ديت، واللي طبعا كانوا عملوها بمناسبه هم رجعوا تاني بعد ما قفلوا. خلونا نجربها ونشوف طعمها عامل ازاي. بشكل عام الطعم بتاعها كويس جدا، ويمكن كمان بتعتبر اكتر حاجه فيهم قيمه مقابل سعر. احنا بنتكلم عن سعر 100 جنيه، فبتعتبر كويسه جدا. العلبه بتاعتها كبيره والحجم بتاعها كويس والطعم رائع كمان. وكالعاده زي ما انتم متعودين طبعا افضل مكان تفطر فيه لما يكون عندك شقه زي كده هو الاطلاله اللي على البحر اللي جنبنا ديت. زي ما انتم شايفين كده جايبين طعميه سخنه وفينو حاجه كده من الكلاسيكيات القديمه وشويه جبن علشان نبدا نفطر بيها. وطبيعي طالما عندك قاعده زي كده فانت مش هتفكر تنزل كافيه او نادي او اي مكان تقعد فيه على البحر، لان عندك المكان والفيو اللي قدامك ده. لما بتكون قاعد في البراند هنا ما بتحتاجش انك تنزل تروح كافيه او مطعم او اي حاجه بتطل على البحر، لان انت هنا حرفيا بتعتبر في قلب البحر. معاك اي شغل تقعد تشتغله، لو عايز تشرب اي حاجه او حتى هتاكل تتغدى تتعشى، كل حاجه هتحتاجها تقدر تعملها هنا من غير ما تنزل وتطلع وتتعب نفسك. الشارع اللي احنا موجودين فيه دوت هو اكتر شارع مشهور هنا في مطروح بالاسماك. طبعا اي نوع اسماك تحب تشتريه هتلاقي هنا، بيبقى شامل التسويات. هنا في محلات مشهوره زي خالد واخواته ومجدي واخواته. بعد ما بصينا على خالد واخواته ومجموعه المحلات اللي هناك اللي كنا جايبين منها السنه اللي فاتت، قررنا ان احنا نغير ونجرب محل تاني. النهارده طبعا هنجرب محل اولاد طعيمه اللي ورايا دوت. نقينا السمك ومستنيين يستوي، وهنبدا نروح طبعا علشان ناكله ونقول لكم راينا فيه عامل ازاي. السنة ديت جربنا مطاعم جديدة هتشوفوها قريب بإذن الله في حلقة أكل الشوارع في مرسى مطروح لما تكتمل بإذن الله.